السلام عليكم. هنعمل مع بعض ان شاء الله الطعميه البيتي. كل اللي هحتاجه معايا نص كيلو فول مدشوش نقعاه 12 ساعه، رغيفين عيش. هبدا اول حاجه ان انا هقطع العيش ده صغير قوي، بعدين هنزل عليه بميه مغليه وعجينه كده كما لو كان عجينه بالظبط، وافتته كله في قلب بعض. بعد كده بقى هجهز الخضار بتاعي، نص حزمه كزبره، نص حزمه كرات، نص حزمه شبت. الخضار بتاعي منقياه وغسلاه كويس جدا ونقعته في خل لمده ربع ساعه عشان خاطر اضمن ان مفيش اي طفيليات او جراثيم. عايزه اقول لكم ان الطعميه اللي بتتعمل في المطاعم بيبقى الخضار فيها قليل جدا. معايا هنا بصله متوسطه و5 فصوص ثوم، وهنا الفول بتاعي صفيته من الميه، ضربت الفول كويس جدا. دي كده اول طحنه ليه. هتلاقوا ان في شويه حبيبات، مش مشكله خالص، مش هنشيل همها. هو بقى عامل زي الرمله، بس في شويه حاجات كده ما اتطحنتش كويس، مش مشكله. في الطحنه التانية كل ده هيتطحن مع بعضه. كل اللي هنعمله دلوقتي ايه؟ شايفين كل المكونات اللي انتوا شفتوها دي؟ كل حاجه من دول هاخدها في الكبه اطحنها واحطها في البوله اللي انتوا شايفينها قدامكم دي. بس هكمل بقى كميه الفول تاني واروح ضايفاها. ده كده الفول كله بعد ما اتطحن. بعد كده بقى ابدا ان انا اطحن البصله واطحن الخمس فصوص توم. خلي بالكم يا جماعه ما تزودوش التوم اكتر من كده، لان التوم لما بيزيد بيخلي طعمها صعب وبتتعب كمان. فهي كده كويس قوي 5 فصوص توم، ما تزودوش عن كده بس. وكمان الخضره، الراجل بره في المطعم ما بيحطش فيها خضره كتير، يعني هي الخضره دي الطريقه بتاعه المطعم، ان الخضره فيها ما بتبقاش كتير قوي، بتبقى الفول اكتر بكتير من الخضره. وهنا برضو انا طحنت الخضره اهو، وبعدين بكمل باقي كميه الخضره بس. فكل ما كانت الخضره قليله كل ما كنا هنقرب قوي من الطعم بتاع المطعم. والعيش الفينو هنا بيدي القوام بتاعها، يعني مثل ان هو بيدي القوام وفي نفس الوقت بيخليها مقرمشه لما تيجي تتقلي في الزيت، بيديها القرمشه وبيديها الطعم الحلو. دلوقتي بعد ما خلصت ضرب الحاجات كلها حطيتها في البوله وبدات اقلبها بالمعلقه، ما نفعش رحت عجنتها بايدي، وجايبه هنا كوبايه ميه على جنب هخليها جنبي، احط منها بق صغير في الكبه وانزل بالعجينه بقى عشان اديها الوش التاني. وبعدين حطيت بقى شويه بشويه كده، والكبه بسم الله ما شاء الله مشيت كويس والعجينه اتعجنت حلوه قوي. هي كده العجينه خلاص جهزت معانا، مفيش اي حاجه تانية. هكمل باقي الكميه بقى بسم الله ما شاء الله. عايزه اقول لكم ان هي عملت معايا كميه كبيره جدا. نص كيلو الفول مدشوش دوت تكلفته 20 جنيه، والخضره دي تمنها على بعضها الثلاث حزم على بعض كان مكلفني 5 جنيه. انا خدت من كل حزمه منهم نصها بس، يعني حوالي قول 25 جنيه. احنا بنجيب كيس الطعميه الواحد من بره العجينه ب10 جنيه، يعني كده ال6 اكياس دول عاملين 60 جنيه. انا هنا عملتهم بتكلفه اقل من 25 جنيه، فاحنا كده وفرنا. ودي نص كوبايه الميه فاض مني اهي، خدت بقى شويه منها كده. ينفع نستغنى عن البيض او نبدله بالبيكنج باودر. خلي بالكم ان احنا بنشيلها في الفريزر الطعميه من غير ما نحط فيها ولا ملح ولا اي بهارات خالص علشان ما تبصش. احنا لما بنطلعها من الفريزر وتفك تلجها بنحط عليها اللي احنا عاوزينه كله، لكن وهي بتتحط في الفريزر ما ينفعش نحط عليها اي حاجه. انا حطيت هنا بقى على البضايه ملح وفلفل وكمون وشطه حسب الرغبه لو انتوا عايزين، وشويه كزبره ناشفه طحنتهم صحيحه. وعشان احط على الوش كده شويه حاجات رحت طحنه شويه سمسم وكزبره ناشفه كده وحطيتهم على جنب. وقعدت بقى اقرص الطعميه. ممكن نقرصها بايدينا زي ما انا عملت في اول طريقه، او ان انا اقرصها بالمعلقه زي ما انتوا شايفين كده قدامكم. انا افضل ان انا اقرصها بصراحه بالمعلقه علشان ما نتلسعش، لان الزيت بيكون سخن وساعات ممكن يتلسع وكده، فخلينا احسن بالمعلقه وبتطلع شكلها جميل في الاخر برضو. دي بتطلع مقرمشه جدا. العيش اللي احنا بنكون حاطينه في الطعميه في العجينه بيخليها مقرمشه قوي. وحقيقي انت اصلا وانت بتعمليها انت هتشمي البيت ريحته كلها بتتقلب، ريحه طعميه حرفيا كانك واقفه في مطعم بالظبط. وبجد الطريقه دي هي احسن طريقه والله للطعميه، بجد بتطلع زي المطعم بالظبط واحسن. وانت بتبقي انضف بكتير جدا. انت بتقلي بزيت نظيف، بتغسلي الخضره بتاعتك بره. انت ما تعرفيش اللي بيعمل الحاجه ايديه مغسوله ولا لا، الخضره مغسوله ومتنقيه كويس ولا لا، الزيت نفسه بيبقى عامل ازاي. ده الزيت بتاع المطاعم بتاع بره بيبقى شبه زيت العربيات، بجد حاجه صعبه جدا. يعني انت هنا عاملاها تكون اضافه ووفرتي كتير جدا، وفرنا تقريبا 3 اضعاف سعرها. وبجد تحفه والطريقه سهله جدا، ما خدتش معايا وقت خالص، وجربوها ان شاء الله تعجبكم. لو عجبتكم الوصفه دي ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه. سلام.